لا يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء اسمه عيد المولد. ما في مولد في الدين. الناس دايرين دين ولا دايرين حاجة تانية؟ دايرين دين، ما في مولد في الدين. لم يمر يوم واحد على الصحابة لا قروا بخاري، لا قروا السيرة قالوا ليلة عشان يوم 12 ربيع نعمل عطلة، ولا قروا ولا عملوا ذكر، ما عملوا أي حاجة. المولد ليس من سنته. العلماء الذين أجازوا المولد قالوا المولد لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، ولم يفعله الصحابة. وإذا كان كذلك أقول بقول حذيفة: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وفي السنة أحداث عظام ووقائع دسام نحبها: بدر والإسراء والمعراج ومولده وهجرته، ولكن لا يحدث فيها عبادة إلا إذا أمرنا الله ورسوله بذلك، وإلا فإن هذا يعني أن الدين ناقص. والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمولد بهذه الطريقة الموجودة إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطريقة الموجودة دي النسوان والبنات ومختلطين وحلاوة، ماشيين يأكلوا حلاوة. يقول لك طلع من المولد بلا حمص، ما قالوا طلع من المولد بلا سنة، لأن المولد ما فيه سنة. المولد غير الحمص ما فيه حاجة، حمص حلاوة بس. يا أخي إذا كان 500 سنة الرسول والخلفاء الأربعة والصحابة والتابعين وتابع التابعين بعد تابع التابعين جو الأئمة الأربعة، وبعد الأئمة الأربعة جو من بعدهم 3 أجيال، واحد فيهم عمل مولد بالغلط ما في زول قال لي صاحبه بعد يومين المولد حيجيب، ما قالوا نهائي. ما حصل في عهد الدولة الفاطمية، وامتد حتى مولد الحلاوة سمسمية. من الدولة الفاطمية إلى الحلاوة سمسمية امتد المولد. في الدين ما في مولد. أتحدى واحد يقول لي الآية قالت أعمل مولد الرسول، ولا يقول لي الرسول عمل مولد لنفسه، ولا يقول لي أبو بكر الصديق قال الساحة دي حقة المولد يوم 12 ربيع من كل سنة ما تجي الشغل، أي زول يمشي إجازته يمشي يغني في بيته. وجو جابوا النوبات والطبول وقالوا ده مولد الرسول. أتحدى زول يقول لي أبو بكر عمل كده. ثانيتين يذهما في الغار. أتحدى زول يقول لي عمر بن الخطاب عمل مولد. أتحدى زول يقول لي علي بن طالب عمل مولد. أتحدى زول يقول لي الإمام مالك عمل مولد. الإمام مالك سئل تلاميذه عن المولد قال: المولد إذا كان معه منكرات وتجمع نساء فإنه بدعة ومنكر، وإذا خلى المولد من المنكرات واتخذت الليلة وعظمت بعبادة كان بدعة شنيعة. ده كلام الإمام مالك، منقول عن الإمام مالك أن المولد بدعة شنيعة. في الدين ما في. وين في الدين في مولد؟ الناس يقول لك بنحب الرسول أكثر من أبو بكر، أكثر من عمر بن الخطاب، أكثر من الصحابة. هذا زور بهتان. الحب الحقيقي ناس كان بيجاهدوا حوله، ناس يحموا بأجسادهم وما عملوا له مولد. المولد إذا كان عبادة لم يرد بها دليل لا من كتاب ولا من سنة، بدعة. وإذا كان عبث لا يعبث باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتلاعب بدينه. الناس مش المولد ليه؟ وريني زول مشى ميدان المولد حيستفيد شنو في المولد؟ ديل قاعدين يتوطحوا، وديل قاعدين يتمايلوا، وديل قاعدين يرقصوا، وديل قاعدين ينشدوا، وديل قاعدين يبيعوا الحلاوة. في شنو؟ سيرته ينبغي أن تعلم كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. سيرته كل الناس يحتاجها، وسيرته دي إلا في الميادين. يقولوا ده نعلم أطفالنا حب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعلم أطفالنا حب رسول الله ولا يعلمون الابتداع والخروج على شرع رسول الله. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
قد كفينا. وقال ابن عباس إنه لا يمر بالأمة يوم إلا أحيوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. هل هذا هو عصرنا؟ إن المولد الذي اتخذه الفاطميون من ذي قبل وامتد إلى يومنا هذا لأهداف وأغراض سياسية ينهى الناس عن مفاسدهم وعن ظلاماتهم واكتساب سند القلوب الشعوب، السند الشعبي والتأييد الجماهيري زورا وبهتانا، هو الذي ضيع الأمة. ينبغي أن يصان دين رسول الله من العبث ومن الابتداع ومن الزيادة ومن التحريف، حتى ولو كان باسم الدين، حتى ولو كان باسم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس الحب الصحيح وليس الحب الحقيقي.